أخيرا خلصت تمرينة النهاردة ومحتاج أهرب سرير وتنام. بس بتفتكر قبل كل ده إنك محتاج تاخد شاور وتاكل خطوات كتير محتاج تعملها قبل ما تريح. بس هتعمل إيه؟ ضريبة كل راجل جيماوي. حان الأيام موعد الشاور. تفتح المياه السخنة. بس بتفتكر الراجل المحنك اللي بنقابله كلنا في الجيم اللي بيعدل علينا في كل تمرين، وهو بيقولك بعد التمرينة لازم شاور مياه متلجة. لكن أنت أكيد ما صدقتش. فتحت موبايلك وسألت شات جي بي تي. تسكت لأ، تسأل كمان جوجل، تسيرش على يوتيوب. هتلاقي الفيديو ده اللي هيشرح لك ايه اللي بيحصل لما تاخد شاور بارد بعد تمرينة الجيم، وايه الأفضل الشاور البارد ولا السخن. خلينا نجاوب الأول على واحد من أشهر الأسئلة: هل الشاور البارد بيزيد من هرمون التستوستيرون؟ الحقيقة إن كل الدراسات اللي ليها علاقة بالموضوع ده بتقول إن تأثير الدش البارد على موضوع هرمون التستوستيرون لا يذكر، بل ممكن كمان يقل. أما بقى لو بتدور على الريكفري من الدش الساقع بعد التمرين، فده مش هيتحقق، لأن الدش الساقع ممكن يعطل حاجات مهمة في بناء العضلات زي التستوستيرون وهرمون ال LH وتخليق البروتين، لأنه ببساطة بيبوظ طريق الإميتور اللي بيكبر العضلات أصلا. كمان المياه الباردة بتقلل من الالتهابات. هتقول كويس، هقولك لأ، لأن ده ساعات بيكون ضدك، لأن الالتهاب نفسه بيكون إشارة للنمو. وفي دراسات أثبتت إن في ناس قوتهم العضلية المكتسبة كانت أقل لما كانوا بيستخدموا مية باردة بعد التمرين. بس رغم كل ده في فوائد فعلا للدش البارد، زي مثلا إنها بتزود الخلايا المناعية اللي بتحارب العدوى، وكمان في دلائل إنها بتزود مضادات الأكسدة، بس تأثيرها بيقل مع الوقت. كمان الدش البارد بيزود الإندورفين ومضادات الاكتئاب، فممكن أوقات يساعدك على إنك تقلل الاكتئاب. أما بقى من ناحية اللياقة البدنية، ففي احتمال إن الدش البارد يساعدك تحرق دهون أكتر، لأنه بيشغل الدهون البنية اللي بتنتج حرارة تدفي جسمك. وبرضه أول ما تستخدم المياه الباردة تحس بصدمة، وده بسبب تفعيل الجهاز العصبي السمبثاوي، فبتلاقي مود فايت اور فلايت اشتغل، وده يخليك فايق جدا. فممكن تعمل ده الصبح بدري وانت رايح الشغل. وطبعا أهم شيء هو بيقلل وجع العضلات بسبب قلة الالتهابات، ولكن ده بيكون على حساب نمو العضلات زي ما قلنا في الأول. بس لازم تاخد بالك من حاجة مهمة: كل الدراسات تقريبا اتعملت على ناس قعدوا في بانيو ساقع مش دش بارد، والاتنين أكيد مش نفس التجربة بالظبط. الخلاصة: الدش الساقع مش ضروري خالص، ولو عملته بعد التمرين هيبقى ضد مكاسبك لو هدفك نمو عضلي. لو عايز تجربه اعمله الصبح قبل التمرين، هتاخد منه صحصحة وشوية مناعة وممكن شوية حرق دهون كمان. ولو كل حاجة ماشية تمام معاك مع الدش السخن، خليك زي ما انت وسيبك من المحنكين. في النهاية ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب لو بتابعنا على اليوتيوب، وفولو لو بتابعنا على السوشيال ميديا، والأهم إنكم تحافظوا على نظافتكم الشخصية. سلام.